3 من مساجين الفئة دي كانوا ماشيين ناحية زنزانة مقفولة. واحد منهم شايل جردل ومساحة، لكن واضح عليهم الرعب والتردد ومش قادرين يخطوا خطوة واحدة لقدام. وراهم عسكري من مؤسسة SCP ماشي وبيضغط عليهم. دفع واحد منهم بماسورة السلاح اللي في ايده علشان يتحركوا ويكملوا مشي ناحية باب الزنزانة. ال3 كانوا بيبصوا للباب الحديدي التقيل المقفول بخوف وارتباك، وفجأة خرج صوت من ورا الباب ده أكن في قطعة حجر بتحتك بالأرض المعدن جوه الزنزانة. الجو كان كله خوف وتوتر. كان في عسكري تاني واقف جنب الباب، سألهم جاهزين؟ محدش رد، فابتدى يضحك ويقول عمركم ما هتبقوا جاهزين أبدا. وبعدها أعلن بصوت عالي إجراءات الاحتجاز الخاصة هتبدأ دلوقتي. انتم عارفين القواعد، 2 يفضلوا باصين وما يغمضوش عينيهم أبدا ولا لحظة، والتالت ينظف المكان. لو لازم ترمش ارمش بعين واحدة بس، ولازم تبلغ قبل ما تقفل عين واحدة علشان الكل يبقى عارف. العسكري لف وبدأ يدخل الكود على لوحة الأرقام اللي جنب الباب، والمساجين الفئة دي رمشوا آخر رمشة قوية بعينيهم الاتنين، بيستغلوا آخر فرصة يقفلوا عيونهم مع بعض قبل ما الهمهمة تبدأ. الباب اتفتح بصوت عالي، العسكري زعق فيهم عينيكم عليه. الباب اتفتح وظهر غرفة صغيرة إضاءتها ضعيفة جدا، مفيش فيها أي عفش، ومعظم الأرضية والحوائط المعدن متغطية بمادة لونها بني محمر كأنها دم قديم ناشف. في الركن كان موجود الشيء اللي كلهم كانوا بيسمعوا عنه قصص وإشاعات، الحاجة اللي بتظهر في كوابيسهم من ساعة ما عرفوا إنهم هيدخلوا الزنزانة دي، زنزانة SCP 173، أو زي ما أغلب موظفي المؤسسة بيسموه التمثال. من قريب شكله باين عليه إنه شيء عادي جدا، ما بيديش أي شعور بالخوف للوهلة الأولى، مجرد تمثال خرساني بدائي مرسوم على وجهه ألوان بسبراي شكلها غريب وبسيط، واقف في مكانه ساكن من غير أي حركة. المساجين أخدوا دفعة تانية من العسكري ودخلوا الغرفة بصعوبة، والتوتر واضح على وجوههم. الشخصين اللي مهمتهم يراقبوا التمثال وقفوا في نص الغرفة، عينهم مثبتة عليه بحذر شديد، بينما الشخص الثالث بدأ ينظف الأرض والحيطان من المادة البنية الغريبة. الريحة كانت كريهة جدا، خليط من ريحة دم قديم وفضلات بشرية، مخلية الجو كله خانق ومرعب. الاتنين اللي بيراقبوا التمثال ما كانش ليهم دور غير مراقبة التمثال فقط. هما ماشيين بالظبط على التعليمات، عينهم ثابتة على التمثال، وكل واحد فيهم بيقول في نفسه انه لما يجي يرمش هيكون بعين واحدة بس. الشخص الثالث كان بيكمل تنظيف الأرضية والحوائط، بيحاول على قد ما يقدر يفضل باصص للتمثال وهو بيمسح حواليه من غير ما يقرب منه زيادة، وكان مركز في شغله وعينيه مش مفارقة التمثال ده لحظة واحدة. رغم ان التمثال ما بيتحرك، كان حاسس بوجود حاجة جواه، حاجة مستنية يغلط او عينه تغفل لو لجزء من الثانية. وبيقولوا ان ده كل اللي محتاجه التمثال، تغفل عنه لحظة واحدة بس وكل شيء هينتهي. الخوف كان بيجري في عروقه، وكان صعب جدا يركز. كل اللي بيفكر فيه قد ايه عينيه جفت، وان رمشة واحدة بس ما بقتش كافية. كان نفسه يقفل عينيه الاتنين بقوة علشان يخفف الحكة والجفاف اللي فيهم، بس ما كانش ينفع حتى مع وجود مراقب ثاني. المخاطرة كانت كبيرة جدا. لحد ما فجأة حصل صوت فرقعة عالية. السجين ما حركش عينيه بعيد عن التمثال، بس شاف بطرف عينه ان السجين التاني وقع المقشة وبص عليها بتلقائية. لحسن حظه كان في حد تاني بيراقب التمثال، اتحرك خطوة لورا وخبط في حاجة. ما كانش قادر يبص ويشوف ايه اللي خبط فيه، بس مد ايديه ورا ظهره ولقى السجين التاني اللي بيراقب. بس ثانية واحدة، ليه ظهره كان ليه؟ سأله هو عينيه لسه على التمثال، انت بتعمل ايه؟ السجين رد عليه، انت بتتكلم عن ايه؟ انت باصص الناحية الغلط. انا باصص الناحية الغلط؟ ده انت اللي باصص الناحية الغلط، المفروض بنراقب التمثال ده. انت باصص على ايه بالظبط؟ ما انا باصص على التمثال اهو، انت اللي باصص على ايه؟ ما كانوش فاهمين ايه اللي بيحصل، وبدأ واحد منهم ينهار. الخوف سيطر عليه، كل حاجة حواليه بقت ضبابية. اللي بينظف كان مركز على شغله، بيحاول يخلص بسرعة في الركن المتسخ جدا من الزنزانة. وفجأة صوت عطسة كانت ورا راسه بمليمترات، وأسوأ صوت ممكن يسمعه أي حد. بعدها مباشرة صوت عظام بتتكسر، صرخة مفزعة اتقطعت فجأة، وصوت جثة بتقع على الأرض.
الشخص ده ما لحقش حتى يصرخ قبل ما ايدين خرسانية تمسك رقبته وتلف راسه 180 درجة علشان يشوف تمثال تاني طبق الأصل باصص له واقف ساكت صامت. وبعدها حصل حالة من الفوضى واللي أنتج عليها موت 2 من المساجين. تالت لحسن حظه اللي كان بينظف قدر يخرج بأعجوبة من المكان ده. اللي حصل من شوية ده بيخص كائن SCP-173، الكائن اللي المفروض انك تفضل باصص له ما تشيلش عينك عنه، لان لو حركت عينك لثانية واحدة بس نهايتك هتكون حتمية وفورا. نهاية بشعة، هيقرب منك ويلف رقبتك 360 درجة وهيؤدي لوفاتك فورا. طيب التمثال ده كان ايه قصته او كان منين وايه بدايته وليه اصلا بقى موجود؟ الشارع كان هادي اكتر من اللازم. انوار شارع مابل كانت واحدة واحدة بتطفي والليل بينزل تقيل على المكان. في شقة في الدور اللي فوق كان في ست شابة قاعدة لوحدها على السفرة قدامها كوباية شاي باردة، بس حتى مع انها عطشانة ما كانتش قادرة تمد ايديها وتقوم تسخن الشاي. كانت مرهقة ذهنيا قبل ما يكون جسديا. قدامها كان في مجموعة من الاوراق الخاصة بحسابات زوجها، تفاصيل الخناقات وتصرفات زوجها، وكل مرة بتبص عليه تحس إنها بتسأل نفسها سؤال واحد: هو أنا لسه عايشة مع نفس الإنسان اللي اتجوزته ولا بقى شخص تاني؟ مدت إيديها لجهاز مراقبة البيبي اللي جنبها وحطته على ودنها وسمعت نفس صغير وهادي منتظم. طفلهم نايم بسلام. اللحظة دي كانت المفروض تطمنها، لكن المفارقة إنها كانت بتحس إن ابنها بخير وهي الوحيدة اللي مش بخير. رفعت عينيها وبصت للكرسي الفاضي اللي قدامها، الكرسي اللي زوجها بيقعد عليه كل صباح يشرب قهوته في صمت من غير حتى كلمة صباح الخير. الساعة كانت 8 بالليل، يعني خلاص زمانه هيدخل من الباب في أي لحظة. كانت عارفة إنها مضطرة تواجهه، مضطرة تبص في عينيه وبتبتسم ابتسامة مصطنعة وتعمل نفسها مش واخدة بالها إنه راجع متأخر ساعتين. مش هتسأله كان فين لأن السؤال بقى معناه حرب. لما اتجوزته ما كانش ابدا كده. في اول سنة كانوا عايشين قصة شبه الحلم. كان بيحب يجيب لها ورد من غير مناسبة، بياخدها على العشاء فجأة، بيخرجها ويتعشوا بره، كان بيضحك، بيشاركها تفاصيل يومه وبيطمن عليها دايما. ما كانش بيرجع البيت بريحة برفان حد تاني. لكن من يوم ما البيبي اتولد كل حاجة اتبدلت. حسيت اكن حد ضغط على زر وطفى النور اللي في عينيه. ما بقاش بيساعدها في تربية الطفل ولا بيغير الحفاضات ولا حتى بيشيل الطفل شوية علشان ترتاح. كان بيتعامل مع البيبي كأنه كائن مش موجود، بالرغم انه ابنه الوحيد. بيرجع من الشغل ويقعد قدام التلفزيون، مش بيتكلم، مش بيبص حواليه، مستني الاكل ومستني البيت يبقى هادي ومستنيها تعمل كل حاجة لوحدها من غير ما تشتكي. اما هي فكانت بقالها اسابيع ما نامتش نوم حقيقي، وشهور ما نزلتش البدروم واللي كانت عاملة فيه مرسم، المكان الوحيد اللي كانت بتحس فيه بالهدوء والراحة. فجأة قطع تفكيرها صوت عربية وهي داخلة الممر قدام البيت. قطع أفكارها وخلى قلبها يدق بسرعة. حاولت ترسم ابتسامة مصطنعة على وجهها، ابتسامة شكلها لطيف من بره بس جواها كانت مليانة وجع. في اللحظة دي قالت لنفسها يمكن أسيبه، يمكن النهاردة أجمع شجاعتي وأقولها الكلمة اللي ممكن تغير كل حاجة، وهي إني عايزة أتطلق. هي أصلا حاسة إن البيبي ملهوش أب بمعنى الكلمة، هو موجود بجسمه بس مش حاضر لا بحنانه ولا بدعمه. ففكرت إنها هتفرق في إيه. دخل زوجها البيت وهو مايل في مشيته، شكله باين عليه السكر وفي أثر رجع على قميصه، علامة ما ينفعش تتفسر غير بمعنى واحد. قرب منها وبسها من خدها بسرعة كأنه بيأدي واجب مش أكتر، وبعدها راح على التلاجة وطلع علبة صودا وفتحها من غير حتى ما يبص ناحيتها، وسألته بهدوء تحب أجهز لك تاكل؟ لكن رد عليها ببرود شديد أنا أكلت خلاص. قالها وهو متعمد ما يحكيلهاش أي تفاصيل، لا قال لها أكل فين ولا مع مين، مع إنه المفروض لسه خارج من الشغل حالا. بس هي ما سألتش، عارفة إنه لو اتسأل هيكذب، وهي خلاص تعبت من لعبة الكذب والتبريرات وحاولت تجرب آخر محاولة صغيرة وقالت له مش عايز تقول تصبح على خير للبيبي؟ كانت بتراقب رد فعله في اللحظة دي، لكن رد عليها بلا مبالاة هو الشيء ده مش المفروض نام دلوقتي. استخدم في كلامه كلمة شيء كأنه بيتكلم عن حاجة مش إنسان، أكنه مش ابنه. قلبها اتوجع وقالت له اسمه البيبي مش الشيء، ده ابننا. فجأة خبط ازازة الصودا اللي في ايديه بقوة على الترابيزة وصوته بقى عالي. هو انت لازم تمسكي لي على كل كلمة بقولها؟ سكتت من الخوف، عارفة طبعه لما يغضب. وهو كمل كلامه بصوت فيه عصبية
وبعدين ما تبصليش في وشي كده، انا ما بحبش لما تثبتي عينك في عيني وتفضلي بصالي بالشكل ده. نزلت عينيها على الارض وصوتها بقى منخفض وهي بتقول له طيب انا هطلع اشوفه وانت خد راحتك. قررت ان النهارده هي الليله اللي هتلم فيها شنطتها وتمشي وتبدا حياه جديده هي وابنها. بس طلعت تطمن على البيبي، لقيت هدومه متبهدله، شالته في حضنها فصحى وبدا يعيط. اخدته وقالت هتغير له وتحميه، وفجاه صوت من وراها، صوت زوجها قطع اللحظه وهو واقف على الباب. ردت بحده موضوع ما يهمكش، هو محتاج بس يستحمى. ايه فاكره اني مش هعرف احمي ابني؟ لما لفت تبصله لقت دموع مزيفه في عينيه، وبعدها قال انا هعمل ده دلوقتي، هاتيه احميه. في اللحظه دي ترددت وعقلها قال لها يمكن فعلا هيحاول، يمكن الامور ترجع زي زمان. وغير كده هي كمان كانت مرهقه ومحتاجه ترتاح شويه. سلمته البيبي وقعدت في ركن الاوضه، ومن كتر التعب غفلت ونامت. وهي نايمه ما شافتوش وهو بيسيب الحمام وينزل تحت يتفرج على اخر 20 دقيقه في المباراه، وساب البيبي لوحده في البانيو والمية شغالة. لما صحت لقيت السرير لسه فاضي، سمعت صوت المية شغال وخرجت بسرعة وبصت ناحية الحمام وشافت الكابوس اللي دمر حياتها. صرخت بأعلى صوتها ونزلت تجري تحت علشان تواجه القاتل. لقيته نايم على الكنبة، وقفت تاخد نفسها وتمسح دموعها. هل عمل كده بالصدفة ولا قصد علشان يخلص من مسؤولية الزواج ويكسر قلبها للأبد؟ فضلت تفكر هي هتعمل ايه دلوقتي، بس اللحظة دي ما كانش فيه غير حاجة واحدة بتفكر فيها، هي ازاي ترجع حق ابنها. قربت منه بهدوء، عينيها جت على مضرب البيسبول المركون جنب الباب، مسكته وحست بتقل الخشب في ايديها. قربت منه بهدوء، رفعت المضرب ونزلت بكل قوتها عليه. ضربة واحدة كانت كفاية تنهي حياته، بس هي ضربته ضربات متتالية كانت عايزة تنتقم منه ومن اللي عمله فيها وفي ابنها، وهو ملحقش يستوعب اللي بيحصل لأن أول ضربة كانت كافية إنها تنهي حياته. بقت قاتلة وقالت في نفسها هو يستاهل، أخد ابن مني وأنا أخدت حياته. في اللحظة دي استوعبت اللي عملته وكانت لازم تتخلص من الجثة. الجنينة كانت مكشوفة وما كانتش هتقدر تدفنه فيها. فجأة جالها فكرة، مسكته من ايديه وسحلته ناحية البدروم، كان تقيل وجثة هامدة، وهي بتنزل على السلم راسه كانت بتخبط في الدرج. ضحكت ضحكة فيها انتقام وقالت خلاص قدرت تنتقم منه بعد العذاب اللي عشته معاه. وصلت للبدروم واللي هو المرسم بتاعها، شافت اللوحات اللي ما كملتهاش والمنحوتات اللي سابتها من ساعة ما حملت. عينيها جت على هيكل معدني كبير على شكل إنسان، كانت عاملاه من سنين علشان تغطيه بالأسمنت وتلونه، وهو ما كانش بيحب الشيء ده وكان بيقول عليه إنه مقرف وغريب. الهيكل تقريبا كان في حجم جثة زوجها. بشوية مجهود نجحت إنها تحط جسده جوه الهيكل المعدني، وجابت مجموعة من الأكياس الأسمنت اللي كانت مركونة، وقالت في نفسها إنه هيكون تابوت مناسب ليه، محدش هيعرف أبدا، محدش يعرف إن في جثة مدفونة هنا ومفيش أي ريحة هتطلع بعد موته. وقالت إن زوجها هيساعدها إنها تكمل أعظم أعمالها الفنية، وهي بتقول في نفسها إن دي اللحظة اللي دخلت فيها كلية الفنون علشانها. بدأت تحط الأسمنت على جسمه على الهيكل المعدني، طبقة ورا التانية، بتكلمه وبتبكي ودموعها بتنزل تختلط مع الأسمنت. قعدت 3 أيام من غير ما تاكل ولا تنام لحد ما الأسمنت خلص والتمثال لسه ما كملش. نزلت تشتري أسمنت تاني وسألها الباقي عن زوجها، ردت ببرود وقالت احنا انفصلنا. وهي راجعة شافت محل غريب لبيع حاجات خاصة بالشعوذة والكتب القديمة. دخلت لقت ست عجوز وشاورت لها على غرفة موجودة ورا المحل، كانت مظلمة ومليانة حاجات غريبة. لقيت إزازة لونها أحمر غامق. الست قالت لها خديها ببلاش، واضح إنك محتاجاها، بس خلي بالك المادة دي قوية جدا.
رجعت تاني البيت ونزلت البدروم وكملت اللي كانت بتعمله لغاية ما عملت الراس المدورة الكبيرة والإيدين والرجلين بقى شكل خرساني ضخم ورمادي. قبل ما يجف فتحت اللون الأحمر وريحته كانت قديمة وتخنق وحطته على التمثال. اللون كان بيمشي كأنه كائن حي، غطى التمثال كله باللون الأحمر الغامق. بصت لإيديها المتلطخة باللون وبصت لعملها الفني أو التحفة الفنية اللي صنعتها بإيديها وبدأت تبكي. وقفت من بعيد تتفرج عليه وفضلت بصة للمكان اللي المفروض يكون في عينيه. حست للحظة إن في حاجة بتبصلها من جوه التمثال ده. هزت راسها وبصت في الأرض لحظة وفجأة سمعت صوت كأن حجر بيحتك في الأرض. رفعت راسها بسرعة ولقيت التمثال اتحرك. راسه لفت ناحيتها شوية. في ثانية افتكرت كلمة زوجها: ما تبصليش كده، ما بحبش لما تثبتي عينك في عيني. فضلت بصاله من غير ما ترمش وعينيها بدأت تدمع ورمشت رمشة واحدة بس وفتحت عينيها. التمثال ما كانش في مكانه. سمعت صوت أكن في حجارة بتحتك بالأرض وراها بالظبط، وبعدها صوت عظام بتتكسر وكل حاجة اسودت. كرهها وانتقامها وفعل العنف اللي عملته مع شوية اللون الغريب اللي دهنته عليه خلقوا تحفة فنية قاتلة العالم هيعرفها بعد كده باسم SCP-173.